ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمين صبري في حديث الذكريات. أيها الأصدقاء، الحقيقة أنا مش عارفة أقدم ضيفتي إزاي. فكرت كتير قوي أقول عليها إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، لكن لاقية إن أحلى حاجة أقول عليها أو أقدم بيها ضيفتي إن أنا أقول إنها شادية. أهلا وسهلا. أهلا بيكي مدام شادية. الحقيقة يعني أنا مش عارفة نسجل مع حضرتك ساعة ولا ساعات. والله اللي تشوفيه يعني. أنا شايفة إنه حياة حضرتك يمكن ملأتي حياتنا إحنا بالعديد من البسمة والفن الجميل والصدق والجمال والحلاوة كلها. أنا متشكرة قوي، وأنا كمان برضو جمهوري يعني ملالي حياتي سعادة وهنا ونجاح وفرح وكل شيء جميل في الدنيا جمهوري يدهولي. ربنا يخليك لينا. مدام شادية، لو تسمحي لي ان انا يعني اخد حضرتك او تاخدينا حضرتك في رحلة سعيدة الى الوراء، ونبدأ من الطفولة اللي دايما حضرتك بتقولي عليها انها كانت طفولة سعيدة جدا. هي فعلا يعني انا متهيألي بالنسبة لي أنا يعني أعتقد إن أنا كنت أسعد طفلة في العالم. يمكن أنا وأخواتي يعني أحلى وقت قضيته في حياتي أيام طفولتي مع أخواتي ومع أمي وأبويا. حضرتك إخواتك كام؟ عندي أختي عفاف وسعاد ومحمد وطاهر وأنا. بس محمد يعني. طب لو نقول عن هذه الأسرة السعيدة، يعني ازاي النشأة كانت؟ كنت حضرتك وسطيهم طفلة شقية على ما لا عفريتة. يعني كنت شقية جدا، يعني أشقى واحدة كنت أنا الحقيقة. يعني مش في ايدي، يعني ما اقدرش اقعد ساكته، لازم اخترع حاجات. عايزه انا واخويا محمد وطاهر مثلا عايزين نعمل سينما، نشتغل نمثل، لازم هما الاثنين اللي هيقعدوا وانا اللي همثل. طب ما اسيبهم يمثلوا مثلا واتفرج ولا بتاع. كانت الحقيقه طفوله حلوه. وبعدين اللي كان محليها ان احنا كنا في بلد اسمها انشاص، طبعا معروفة انشاص. فكنا في وسط الطبيعة الحلوة، يعني دي يمكن كانت بتساعد الطفولة انها تبقى سعيدة. كنا أسرة حلوة قوي، ما فيش مشاكل بقى دوشة وبتاع، يعني تلاقي كده جناين حلوة وبابا شغله جنب البيت، يعني قريب المدرسة قريبة من البيت، فكنا ملمومين قوي مع بعض. فيمكن دي كانت برضو سبب يعني السعادة في الطفولة يعني. طب حضرتك بتقولي ذكرتي حتة التمثيل، يعني من وحضرتك صغيرة كانت بذرة الفن ابتدت عند حضرتك دون أن تدري يعني؟ طبعا ده. وبعدين بابا كمان كان صوته حلو قوي. فأنا فاكرة يعني كنت صغيرة قوي، بالليل مثلا يقعد هو وماما في الجنينة، وانا صغيره ماما تحط راسي على حجر ماما وتقعد تهرش لي في راسي كده. فبابا كان يغني لماما، بابا كان صوته حلو قوي. كنت يعني اصحصح كده، تلاقي من الساعه 8 بننام احنا بالليل، تلاقي ودني مع صوته. يعني كان يغني اغاني عبد الوهاب. فابتدت يعني ظاهر بابا اللي كان يعني صوته حلو. محمد اخويا الله يرحمه كمان كان صوته حلو قوي. فحتى بابا جاب لنا عود صغير، فكان محمد يضرب عليه ونغني انا وهو من هنا ونمثل، يعني نمثل مش نغني ونمثل مع بعض. فكان يا عيني اخيرا المتفرج الوحيد طاهر. مره كان يحسن محمد يقول له انا اللي هفرجه الاول، اقول له لا انا الاول، فنروح ضاربين طاهر احنا الاثنين. هو ملوش ذنب يعني. ملوش ذنب. طب في المدرسة بقى كان ده برضو باين؟ يعني كنتي في الحفلات او بتغني في المدرسة؟ في المدرسة في انشاص ما كانش باين قوي الحقيقة. عشان هي مدرسة يعني ملكية كانت معمولة ايام فكنا يعني مدرسة عادية. انما كنا بنيجي في شبرا، في مدرسة شبرا للبنات. هنا بقى ظهرت في الاناشيد بقى. كنتوا بتيجوا يعني انتقلتوا من انشاص ولا بنيجي في كل شتاء
كل شتاء نيجي ايام المدارس. يعني الاول هناك كانت مدرسه بسيطه، فبعديها بقى جينا ابتدائي واخواتي كمان. فيعني من هنا ابتدى صوتي يبان، يعني ابتديت احس بالجمهور بقى. في انشاص ما فيش يعني. هنا بقى ابتديت احس بالجمهور. كانت أبلة ليلى مدرسه الاناشيد، هي دي يعني الحقيقه. اما كنت ابتدي اقول في وسطهم النشيد فتسكتهم وتقول لي قولي، سكتهم وتقول لي قولي. وبعدين شويه شويه بصيت لقيتها تقول لي طب قولي غنوه كذا كذا. فبقيت انا بقى النجمه بتاعت المدرسه كلها والفصل وبتاعي. يعني فاطمه دي رايحه جايه، هي ابله ليلى اللي بتحميها في كل حاجه. طبعا كنت بسقط كل سنه. بس ابله ليلى بتعمل لك حاجه؟ بتنجحك ابله ليلى؟ لا بتنجيني يعني شقيه طبعا. طب ما بتسقطي بقى، ده ما بيضايقش الولد والولده؟ طبعا انما يعني اهو يعني هيعملوا ايه يعني. اخواتي كلهم كانوا بينجحوا وحضرتك لا؟ الوحيده اللي كانت بتسقط انا يعني. طب ليه ما كنتش بتذاكري؟ مش عارفه يعني. انا يمكن كنت احب العب كمان كتير يعني. وبعدين احب اخد بالي من اصحابي في المدرسه. يعني مثلا انا فاكره في بنتين لغايه دلوقتي فاكراهم، كانوا حلوين كده وشعرهم اصفر وبتاع، يتامى يعني صغيرين ما عندهمش ام. فكنت انا اقعد اخد بالي منهم، اوديهم من المدرسه وارجعهم. طب انت مالك يعني؟ النظره صغيره زيهم يعني، وصغيره يصعبوا يعني. كان بيصعبوا عليا. النظره تقول لي انت مالك ومالهم؟ ما في اهاليهم. لا ما هم مالهمش ام عشان يوديها ويجيبوها. فكانوا في بس ده قطعا يعني يمكن ده شيء ظهر برضه في حياه حضرتك، انه اللي بيشوف حضرتك او حتى اللي بيشوفك من خلال تمثيل بيحس بقدر كبير جدا من الحنان في شخصيه حضرتك. يمكن انا من صغري احب الاطفال يعني. يعني من صغري احبهم، ما اعرفش ليه. طب يا ترى بقى الموهبه الفنيه دي لفتت نظر الاهل امتى؟ ده من يعني الاهل، يعني من ناحيه ماما وقرايبي كانوا يجوا كل اسبوع، يقعدوا مثلا الخميس والجمعه يباتوا عندنا هناك في انشاص. كانت تبقى احلى ايام اللي يا ابني. هو ولد حضرتك مهندس زراعي؟ مهندس زراعي في انشاص كان. وبعدين جينا مصر هنا في وزاره الزراعه. فكانوا يجوا كل خميس وجمعه ويبقوا ايه شله يمكن 15 نفر. تصوري. فيقعدوا حتى يعني ننام في الاوض مع بعض كلنا كده ونفرش في الارض وبتاع يعني كتير. يعني البيت يعني مش هيكفي طبعا. فكانت تبقى احلى ايام. يقعدوا يغنوا يعني، اللي يغني اللي يضرب عود، اللي يعني قعدتهم كانت بتبقى حلوه قوي يعني. مش قاعدين ساكتين وبس. لا دي فعلا طفوله جميله يعني. بقول لك يعني تلاقي نبقى سعد قوي يعني، بنسمع حاجات حلوه. عندي تيزه الله يرحمها كانت يعني هي دي شجعتني قوي بقى. هي دي اللي صوتها كان حلو قوي قوي. كانت بتغني برضه؟ كانت بتغني، تقعد تغني مثلا مع جوزها وبتاع. فهي الحقيقه شجعتني كتير قوي قوي. والدتك ولا والدك؟ لا خالتي. خالتي فالحقيقه شجعتني قوي قوي. بابا ما كانش واخد باله قوي. ايه البنت المفعوصه يعني دي اللي هتغني يعني ما كانش واخد باله قوي مني هناك. انما لما جينا مصر هنا في قعده من القعدات كده، فتيزه اصرت ان انا لازم. انا كنت اخاف من بابا قوي يعني الحقيقه. والشقاوه دي ما كنتش بتعمليها ده من ورا بابا يعني. مثلا بابا كان حنين جدا جدا جدا، انما شخصيته قوية قوي. حنيته في ان مثلا يعني لازم بابا بالليل مثلا يعشينا بايده. يعني ماما تطبخ وكل حاجة، انما هو بايده اللي يعشينا. مثلا حفاف او اي حد عين وجعته لازم كلنا هيحط لنا قطره. مادام يعني كنا نخاف ما حد فينا يعني لحسن كلكم هينطبق عليكم عشان هيحصل لنا احنا مثلا في حاجات حلوه. حد يكح ياخد دواء كح. وبعد يعني شوف الحنيه دهيت. مثلا لو اكلنا من الجنينه تفاح اخضر، كان عندنا فواكه كتير قوي. كان يوقفنا كلنا، واحد فينا اكل يوقفنا كلنا، حتى لو قرايبنا جم كمان عيالهم وحياة ربنا عصايه كده وعلى ايدينا يضربنا. حتى ليه؟ على الضيوف؟ على الضيوف قرايبنا. ليه بقى؟ كان يخاف لا يجي تيفود لاي حد، لان كان بيجيب مرض تيفود يقول لنا الثمره وهي لسه ما استوتش. في الوقت ده كله برضو في حنيه. مثلا هناك في كنت احب قوي قوي اصطاد سمك في ترع هناك مليان، وفي كمان ترع الاسماعيليه. فاصطاد سمك اول. طبعا ما فيش يعني مش ممكن لازم احط رجلي في الميه او حاجه. كان في هناك ابو هند ده الجنايني من المزرعه والجنايني في الجنينه، وياخد باله مننا خالص. فيقول والله العظيم لا اقول لباباكم، والله نقول له ما نصدقش. فيقول لبابا، يجي بابا برضو يضربنا
ويعمل ايه بقى، يعني الحاجة الكويسة اللي يمكن الله يرحمه بابا عملها فينا، انه بقى يخلينا ناخد حقن قلب الهرسية. لان في الحته دي لازم هيبقى فيه، مش ممكن في الجنينه بتتسقي بتاع، مش هنلبس جزم، هنلبس بوت، ما كانش فيه بوت ايامها. فدي كمان من الحاجات الحلوه. كنا نزعل قوي، يعني بابا بينتقم مننا علشان ناخد حقن في العرق، وحاجه مريعه يعني مريعه. اتاري بعدين الواحد بيعرف نتيجتها كان ايه. يعني كان بيفكر لينا في ايه، بيفكر لقدام يعني. لقدام. طب نرجع بقى للقعده لما تيجي حضرتك قالت لي غني قدامه بقى. يعني ازاي انا هغني قدام بابا وبتاع، وبابا قال لها انت هتعرف تغني ولا بتاع؟ قالت له طيب بس اسمع. قال طب اسمع. والله ابتديت اغني شويه شويه شويه، بس لقيت بابا بيسمعني. انا بغني عماله ابص لبابا. كان ازاي عرفتي تغني؟ جات لي بقى ما اعرفش بقى، يعني عايزه. انا كنت ما دام بغني في المدرسه وكله خلاص اتعودت اغني قدام الجمهور. المهم اغني قدام بابا. فوقفت وقعدت ابص له كده وغنيت، حتى كانت الغنوه بتبص لي كده ليه كمان بتاعت ليلى مراد. والله يا بابا يعني سكت، يعني استغرب بعد ما خلصت، يعني سقفوا لي، انبسطت قوي يعني. سقفوا لي، قعد يبص كده، قال دي كلم ماما، قال لها دي بتعرف تغني بنتنا؟ قالت له ما انا بسمعها طول الوقت. قال لي ما قلتليش يعني؟ طب كنت اقعد اسمعها يعني، قابلها مقابله حلوه جدا جدا. انما ما جاش في باله ولا في بال حد ان انا هشتغل يعني. انما انا كان امل يعني كنت نفسك خالص. انا كنت اقف قدام المرايه، كل فيلم اشوفه مثلا اما نيجي مصر وارجع انشاص، اقف قدام المرايه، وفاكره الدولاب كان لونه احمر. والمرايه اقف قدامها واقعد اغني وامثل وبتاع. فخيالي ان انا لازم امثل، لازم ازاي ما اعرفش. لكن كنت مدركه ان فيكي حته الفن ولا بس لا طبيعي. حاجه طبيعيه فيا يعني. ما اعرفش يعني اتخيل نفسي ان انا بمثل وخلاص. انما انا هخش استوديو ولا اعرف استوديو ولا كاميرا ولا الحاجات دي هعرفها منين؟ انما هو شفت ليلى مراد بتمثل هقلدها، يعني حاجه كده في طبيعتي يعني. كنت بتحفظي الفيلم يعني جزء كبير منه؟ الغنوه من اول ما اسمع الغنوه اخرج من الفيلم حافظاها من اول مره. من اول مره. دلوقتي يا ريت دلوقتي كده كان يبقى سهل. طب الخطوه التاليه بقى في حياتك الفنيه بقى، يعني ازاي ابتديتي تدخلي مجال الفن؟ هي الحقيقه انا يعني ما تعبتش قوي يعني. في ناس تعبوا الحقيقه، انا ما تعبتش قوي. هو ابتدت البدايه ان في ناس يعرفوا الاستاذ بدرخان. فقبل ما يعرف يعني ناس بابا عمل ايه؟ ما عرف بقى صوتي كويس وكله، جاب لي استاذ يعلمني التواشيح. ده انسان متفتح جدا يعني خالص. حتى كان ساعات يقعد ويقول لي غني قد كده بقى، يفتح نفسه في الوقت نفسه. ارتعش منه برضه يعني. في حنيه وبرضه خوف منه. طب جاب لك بقى استاذ جاب لي استاذ يعلمني، حتى انا فاكره يا شاديه الالحان والحاجات دهيت، وكنت اقعد احفظها. كنت مبسوطه منها؟ لا اقول يعني بابا ليه جايب لي يعني الحاجات دي؟ انا عايزه بقى الحاجات ليلى مراد. لا الحاجات ليه بابا جايب؟ اتاري برضه كنا جينا ساكنين في عابدين اول ما جينا يعني ليا ذكريات حلوه قوي فيها دي برضه. فكان يجوا الاساتذه والاستاذ يجي يعلمني، يلا يا بنتي، ويقعد كوبايه الشاي، وانا بقى يعني هقعد. طبعا انا بحفظ بسرعه. طبعا صوت مسرسع. لا يا بنتي كذا كذا كذا. اتعلمت كذا تواشيح. جاب لي استاذ يعلمني العود. الاستاذ بقى اللي وهو بيعلمني العود يعرف الاستاذ بدرخان. فوداني قال له لازم الاستاذ بدرخان يشوفها. فالاستاذ بدرخان ايامها كان متعاقد مع شركه اسمها شركه افلام التاج، كان بتنتج افلام، كان فيها زربانيلي اظن. فرحت وغنيت. غنيتي ايه؟ غنيت يا ربي مش فاكره برضه حاجه ليلى مراد. يا بتبص لي كده ليه؟ يا مين يشتري الورد مني؟ يا لا، او احنا الاثنين والعين في العين، حاجه كده من دول. كان في فيلم بيتعرض في استوديو مصر. فيعني الحقيقه بدرخان قال دي مش بس بتغني يا دوبك، انما دي بتمثل وهي بتغني. فده اللي عجبني فيها. فتعاقدوا معايا على طول. على ان على طول. كان عندك كام سنه؟ والله لا مش هقول لك كان عندي كام سنه يعني. لا صغيره يعني قوي. انا معروف دخلت سنه كام.
لا انا مش عارفه والله، انا بس في ذهني ان فعلا كنت حضرتك صغيرة، قوي في كنت الوقت ده. صغيرة. مم. وحتى الادوار لما كنت يجوا هيمثلوا كانوا يقولوا ازاي دي هتطلع بتحب واحد، يعني لسه مم. بدري يعني. لكن والد حضرتك ليه جاب لك الاساتذه دول؟ يعني كان بيحضرك للفن ولا بس عشان يثقل الموهبه؟ لا، كان بيحضرني للفن بقى. يعني الحقيقة لما لقى بقى ان انا عايزة اشتغل وغاوية اشتغل وبتاع، حتى حصل يعني فترة قبل ما يقتنع. هو قعد يفكر سنتين بعد ما سمع صوتي انه اشتغل ولا لا. حتى في الفترة دي انا اتخطبت على طول. فانا بقيت اعيط كتير قوي ومن وراه طبعا، واقول لماما انا هنتحر، انا ما كنتش عايزه ابدا ابدا ابدا. يا عيني الراجل لما يجي مع اهله وبتاع اسيب البيت واقعد في حته في اوضه، ومعامله قاسيه جدا يعني. فحقيقي اما عرف بقى ان مفيش فايده، ابتدى يشجعني بقى في الفن. في الفن بقى. اما لا، ما فيش فايده يعني. البنت مش عايزه وماما قالت له مش عايزه، وعيطت له كله. فليه ما دام نجرب الحكايه دي تحت رعايتهم طبعا، رعايه بابا ورعايه ماما الحقيقه. فحب يحضرني الاول. حتى لما تعاقدت مع شركه افلام التاج ب 20 جنيه في الشهر، بعد ما شافك استاذ بدرخان على طول اتعاقدوا معايا. بعتوني للاستاذ مش فاكر اسمه فريد غصن. كان هنا في مصر يعلمني سولفيج على البيانو كمان. يعني شوفي تواشيح على عود على سولفيج. طبعا لا بعرف اضرب عود ولا بيانو. جبت بيانو بعديها برضه. طبعا عندي فكرة بسيطة. وبعدين يا ستي اتعاقدت معاهم، فابتدوا لسه. فرحتي بقى ب 20 جنيه في الشهر. انا احسن موظفه دلوقتي يعني. اخويا لسه كان هيتخرج ولسه مش هياخد قدي يعني، ولا نص. بيجي لي 20 جنيه في الشهر، مش معقول. فحتى كل ما بابا كان يروح يقبض كنت اروح معاه. وبعدين اخش في دراعه كده، واحنا جايين كان شارع ابراهيم باشا اللي هو فيه جامع كيخيا. ما اعرفش دلوقتي اسمه ايه. ايوه. عشان رايحين عابدين. ففي واحد محل كده كنت احبه قوي، ننبسط قوي يعني. اول الشهر بابا يخش يجيب لي كيس كبير فستق وشوكولاتتين. يا كنت صغيره خالص انك تفرحي بالحاجات يا سلام يعني، والله السعاده اللي في الدنيا كانت. حتى بعد كده ما كنا كل ما نعمل عقد، رحنا انور وجدي وعملنا عقد وبتاع، برضو نفس الحكايه. ماما تبص من فوق بتلاقي الشوكولاته والبتاع تقول عملوا عقد جديد. طيب نقول بقى، بعد ما حضرتك رحتي للاستاذ فريد غصن، علمك بقى شويه البيانو. مش بيانو، سولفيج والحاجات دهيت علشان الصوت يتفرد. قعدت مده وكله. في الاثناء دهوت استاذ حلمي رافله الله يرحمه برضه كان بيدور على وجه جديد. هيخرج هو فيلم اول مره. يعني ما كنتيش اشتغلتي بقى مع الاستاذ بدرخان؟ لسه بيجهزوا لسه بيحضروا بقى عقد وشركه بقى، وعلى ما بيلاقوا الروايه والحاجات دهيت. فحلمي رافله بيدور على وجه جديد تنفع في دور فلاحه كده، وبعدين مش عارفه ايه دور كان دمه خفيف قوي. بطوله يعني، تصوري يعني. الحمد لله يعني دخلت على البطوله على طول. ومحمد فوزي برضو كان انتاجه اول مره، اخراج حلمي اول مره، وانتاج استاذ فوزي اول مره، وانا تمثيلي اول مره. يعني كانت حاجه كومبينه حلوه قوي. بعدين يومها بقى اما حلمي رافله شافني ازاي مع شركه افلام التاج بدرخان، قالوا تعالي بقى ناخد تيست لصوتك في الميكروفون، عشان سامعين صوتي في الطبيعه، انما عايزين يعملوا تيست وتسجيل يشوفوا الصوت بيطلع في التسجيل ازاي. فده كان في استوديو الاهرام. رحت وقفت كده ودخلت جوه، واول مره ميكروفون وواقفه يعني بيحصل رهبه وخوف، انما بيبقى في شجاعه، في يعني في ثقه زي ما تقول، مش ثقه كمان يعني في امل ان في يعني صوتي هيطلع كويس في الميكروفون. اول مره قدام الميكروفون، حطوا الميكروفون ومن فوق الراجل بيبص كده وبتاع، واحد قاعد لقيته شعره قد كده، حتى ضحكت انت مين اللي قاعد يتفرج عليا، وغنيت بس وستوب وكويس. وبدرخان جه يسلم عليا وبتاع، راح اللي قايم دهوت كان صاحب بدرخان، وكان لهم شركه هم كمان مع عبد الناصر. راح مسلم عليا حلمي رافله، واستاذ بدرخان قال ده الاستاذ حلمي هيخرج فيلم وبتاع. فاستاذ حلمي راح واخد استاذ بدرخان، كان طيب قوي، خده كده قال تعال هقول لك كلمتين وبتاع. شويه ولقيت محمد فوزي داخل. يا سلام، كنت معجبه بيه طبعا. محمد ارتعشت لما شفت كده سلم عليا وبتاع. يا سلام، انا كنت فوق وسمعت صوتك وحلو قوي صوتك. كان متواضع وظريف جدا قوي قوي فنان. يعني اقول لك انسان.
رحت بقى هو اتاري بيتفق مع بدرخان، بيقول له الله يخليك انت حضرت الروايه بتاعتها؟ فبدرخان قال له لسه، لا على دورها يعني بدور على دورها وبتاع. قال له ما انا مثلا انا دلوقتي الروايه جاهزه وعمالين ندور، ما نعمل احنا ناخد شاديه وبعدين لما تعملوا. لا صاحب الشركه بعدين يرفع قضيه بتاع. المهم اتفقوا الحقيقه ان الشركه دي في اي وقت عايزاني هروح اعمل لها الفيلم. حتى بقى حلمي اقنع الشركه، قال لهم دي لما تشتهر وتعمل لكم فيلم احسن ما تبقى وجه جديد، فانا هشتريها. اقنعهم، وكان يعني دبلوماسي عظيم يعني. بس وبعديها ب20 يوم دخلت الاستوديو كده مع الاستاذ حلمي بقى واستاذ فوزي. مع الاستاذ حلمي كان فيلم والاستاذ فوزي، العقل في اجازه. دوري في الاول بنت فلاحه وبتيجي في مصر عند قرايبها، واتريها هي وارثه وقرايبها مش عارفين وبيعاملوها معامله سيئه جدا. وبعدين دخلت الاستوديو. هي البنت بتيجي المفروض بتيجي مصر وبتقعد تتفرج في بيت خالتها كده وبتتفرج وبتستغرب تمام. فحلمي عمل ايه؟ خلاني برضو ابتديت الدور من اوله، ان انا اخش برضو البلاتو واتفرج 3 ايام. خلاني ما اتكلمش ولا انطق كلمه. ليه بقى؟ علشان اتعود على الكاميرا، على الاضواء، على الناس اللي حواليا. يعني هم بيتكلموا المفروض المشهد وانا صامته جنبهم بتفرج وبستغرب وبتاع. في الروايه كده. فال3 ايام خلى كل الصامت عملهم لي في 3 ايام. بابا جينا اول يوم فجأة يعني ما اتكلمتش في فجأة الاستاذ قال لي يا استاذ حلمي والله انا بنتي بتعرف تتكلم. قال له عارف يا استاذ شاكر عارف، معلش شويه بكره ان شاء الله. جينا تاني يوم دخلت برضو عماله برضو استغرب واعمل كده وبتاع وبس. يا استاذ حلمي يا البنت هتطلع صامته في الفيلم. يقول 3 ايام بالطريقه دي لغايه ما جيت اول يوم بقى قال تعالي يا سيدي يا بنتك هتتكلم بقى دلوقتي. طب الجمله فاكراها لغايه دلوقتي. ايه هي بقى اول واحده؟ عال قوي. حضرتك بتشغل السواق، ما بقاش غير السواق كمان. دي بقى على ما قلتها انا بقولها، انما في النص صوتي بيضيع طبعا. مش متعوده على الكلام والصوت عملتها يجي يقول لي 4 مرات وبعديها الحمد لله. وكنت بتحفظي دورك بقى وكده؟ على طول يعني الحقيقه. اصل الواحد كان مخه زمان بيحفظ قبل دلوقتي ليه؟ اي حاجه الواحد هيحفظها، اي حاجه اهو هيقولها. دلوقتي الحاجه اذا كانش الواحد هيقتنع بيها، اذا كانش هيحس بيها بتبقى صعبه يعني. لكن يعني ما حسيتيش بغربه في البلاتو مع الناس الممثلين الكبار والاستاذ فوزي معاكي؟ استاذ محمد فوزي وليلى فوزي والسيده علويه جميل، ويعني كانت مجموعه حلوه جدا. الحقيقه ما حسيتش يعني بغربه. ليه؟ هم ناس لطاف قوي. علويه جميل خدتني في حضنها مثلا. وبعدين اللي فادني ان انا قعدت 3 ايام، يعني مش 3 ايام كمتفرجه، لا بشتغل معاهم. كنت عارفه لو كان متفرجه وجيت كنت هخاف انما عامله مكياج ولابسه لبس الشغل وبشتغل وجوه وبتصور وكله وفي صمت. دي نفعتني، اتعودت عليهم وهم اتعودوا عليا وبتاع، فنفدت الحمد لله بالطريقه دي. طب مين اللي سمى حضرتك شاديه؟ حضرتك عارفين فاطمه شاكر. طب إيه شاديه جه منين؟ الحقيقه انا اللي سميت نفسي شاديه. ازاي هقول؟ الاول قعدنا نحتار. حلمي رافله يقول هنسميها ايه، حتى العقد مكتوب فيه هدى. مش شاديه يعني. فاطمه كمال شاكر الشهيره بهدى، كنا هنسمي اسمي هدى. انا هدى دي، وبعدين كان في ايامها نور الهدى وبتاع. قلت يا ربي مش عاجبني يعني. انما اسامي فين؟ كنت في مصر الجديدة عند خالتي برضو دي الله يرحمها، واحدة صاحبتها خلفت. فخلفت بنتها اسمها ايه؟ قلنا رايحين سبوحها، فبتقول لي ما تسمي بنتك زي اسم بنتي اسمها شادية. عجبني الاسم ده على طول. ليه؟ غريب، ما كانش كتير يعني حتى ايام. بس قلت لبابا انا لازم اسمي نفسي شاديه. مش قال لي والله حلو الاسم ده وبتاع. رحنا لحلمي رافله وقلنا له ايه رايك؟ يا اولاد اللي جبتوه منين الاسم ده؟ بس هو لايق على حضرتك، مش عارفه ازاي يعني. دخل قلبي يعني. اول انا عمري ما انسى الست اللي قاعده في السرير كده قالت لي ما تسمي اسمك بدل الهدى دي، ما تسمي اسمك شاديه. حتى انا طلع لي اعلان كمان قالوا الوجه الجديد وكله هدى مكتوب هدى. مش عارفه في مجله ايه، مش فاكره. طب الفيلم اول فيلم اللي حضرتك عملتيه ده مع استاذ حلمي رافله واستاذ محمد فوزي نجح؟ نجح قوي الحمد لله. كان في سينما رويال. وبعدين احنا كنا في عابدين فجنب البيت. طبعا رحت شفت يجي 22 مره. واي قرايبنا يجوا قالوا بتاع يلا على السينما يلا على السينما من 3 ومن 6 يعني خلاص بقى مش معقول حاجه. كنت فرحانه جدا جدا يعني. وبعدين
يعني اي حد لسه شاور لي قال الله دي البت اللي طالعه في افرح. بعد اول جواب جالي بعابدين برضو بعد الفيلم وهو بيتعرض، ما اعرفش فرحت بيه فرحه بقى يعني. وبنفتح الجواب نقراه، راجل باعت معجب بالفيلم وبتاع، تاجر جلود واحذيه. ما حسيتيش مدام شاديه يعني ايه بالغرور شويه على اخواتك انك بقيتي طبعا ده انا طلعت ايمانهم مش بس كده يعني. مين حد زي انا بشتغل وبجيب فلوس ما هي ومشهوره والحاجات دي. هم بقى يعني الحقيقه ما كنا نخرج مثلا وحد يشاور شاديه يقول بص حد عارفكم انتوا. يعني فعلا يعني حضرتك اللي بتحكي ده هو بيخلي الواحد حابب حتى الاسره ديت الاسره الحقيقه يعني هي احلى حاجه في الدنيا الاسره. اما كلنا قلبنا على بعض، مثلا حد اتاخر شويه يتخض عليه، حد ينجح يفرح له، اخوه نجح الواحد يفرح. يعني حقيقي دي الحياه. انا اعتقد دي الحياه. يعني الانسان بيتخلق ليه؟ عشان يكون اسره، عشان يبقى، مش عشان اتولد عشان يبقى لوحده، عشان يبقى شريد او مش ممكن يعني. لازم الاسره لازم. طب لو نقول الخطوه التاليه للفيلم العقل له احكام اسمه؟ لا، اللي في اول فيلم الحركه العقل في اجازه. في اجازه. طب تاني خطوه بقى. تاني خطوه بعد ما عملت بقى افلام، مشيت بقى في الافلام. رجعتي لشركه التاج؟ الشركه دهيت اولا الراجل سافر. شوف لو كنت قاعده كنت تفضلي قاعده مع حلمي ماسكها كان للمدرسه، يقول لي يعني كنت انت زنقت لي البنت في البتاع ده. الراجل سافر الحقيقه. زربانيلي اللي فضل هو عمل افلام، ما عملتش انا. انا فضلت بقى افلام تانية كتيره اتعملت بقى ايه، ما اقدرش اقول لك يعني. كان بيجي بقى وقت في 3 أفلام في الشهر في الوقت. في وقت نفسه. بس كنت سعيده جدا وما بحسش بالتعب ولا حاجه. يعني الصبح ماما تيجي معايا هي اللي بتراعيني مثلا. تروح معاكي الاستوديو؟ معايا الاستوديو طبعا. بابا يجي من الوزاره البيت يتغدى ويرتاح له قد ساعه كده ويجي لي هو. ماما تروح. طب ده كان بيضايقك ولا بيساعدك؟ لا، ما كانش هيضايقني في ايه، بالعكس. يعني عايزه حاسه ان نجمه بقى وانه دي رقابه عليكي؟ انا كان عندي منتهى الحريه ان انا اتكلم واضحك زي ما انا عايزه وكل حاجه. ما فيش حاجه كتماني يعني في ناس يقول لك عشان ابوها معاه ولا بتاع ما تكلمش حد وقاعده. لا، يعني في شغل الواحد في شغله في عمله في منتهى الطبيعه. بالعكس انا كنت افرح لما بابا يجي او ماما بياخدوا بالهم مني برضو يعني. وبعدين افرح انا ما كنتش مثلا الاستوديوهات كان مليان فيها الحقيقه مثلا ريستورانات حلوه، وكان في مش زي دلوقتي طبعا. برضو ماما كانت تحضر لي الاكل، بابا يجيبه معاه مثلا. وبعدين بابا هيروح اذا كنت هسهر، بابا يروح ماما تيجي. يعني على طول مش بتتسابي ابدا ولا ثانيه كده يعني على طول ورا بعض كده. مثلا ماما اتاخرت شويه محمد يجي. عمري ما اتذكر ان انا وانا بنت قعدت لوحدي في اي بلاتو او تسجيل او اذاعه او حفله لوحدي. كله على طول معاكي؟ كله على طول. طب يعني كنت حاسه بقى شويه ان انت كبرتي وممكن يعني الاول كنت مثلا راي الوالد كان بيبقى مهم في الناحيه الفنيه، يعني يقول لك مثلا اقبلي الفيلم ده، لا ما تقبليش، الغنوه دي حلوه لا مش حلوه، ولا ما كانش بيتدخل؟ لا بابا ازاي بقى، كنا ناخد راي بعض. يعني ساعات يعني مثلا الفيلم ده مثلا اولا مثلا زمان ما كانوش يجيبوا لك السيناريو وتقعدي تقريه مثلا زي دلوقتي وبتاع. لا الباب الجديد ده وبتاع يلا. وكانت الافلام بتتعمل كتير قوي ايام يعني افلام قوي يعني. كل منتج يعمل لك في السنه كذا فيلم. يجي المخرج يحكي لي دوري بس وخلاص، ويقول لك ادخلي قولي كذا. لا يجي البيت الاول قبل ما هنتعاقد وكله دورك كذا ومعاكي كذا ومش عارفه ايه وايه. عجبني الدور اتعاقد، ما عجبنيش ما اتعاقدش. وبعدين واحنا بقى بنشتغل بص تلاقي يجيبوا لي الشغل بتاع قبليها بيوم مكتوب قبليها بيوم. ما يقدروش كل واحد هيديله. ما كانش فيه ان كل واحده تاخد السيناريو زمان ده ابدا. كانت تلاقي السيناريو مع المخرج ومساعد المخرج، واذا كان البطله او البطل يهتموا. كان من فيلم لفيلم كده. بس والله الافلام رغم كده في افلام كتيره قوي حلوه قوي ما دام السيناريو حلو والمخرج واخد باله خلاص. انا بحفظ، انما ما بقدرش ادي تعبير اللي بتاع دلوقتي طبعا. انما عيطي بحس بالكلمه اللي بقولها. عارفه دوري
عارفاه من الاول للاخر، فاهماه كويس. الموقف ده بتاع كذا، فكان بيطلع طبيعي. طبعا ياما مشاهد يعني فلتت من الواحد لما بيشوفها بيموت من الضحك. يمكن حضرتك مش فيها دلوقتي، طبعا لكن المشاهد بيبقى حابب فيها برضه. تبص تلاقي مثلا حاجه دراما قوي، عياط زياده عن اللزوم، وحاجه بيطلع وحاجه بينزل، والدموع دي مثلا، والصوت المسرسع، يعني مندمجه اخلاص، يعني باخلاص، الضحك سرسعه، يعني فرحانه زقططه بمنتهى يعني اندفاع. كان في اندفاع جامد يعني، غير بقى النضج طبعا اللي جه بعد كده. لكن حضرتك قعدتي فتره كنت بتمثلي ادوار بيتقال عليها يعني يمكن دلوعه السينما. حضرتك على طول فتره طويله كنت في هذه الافلام. اللون كان لون الافلام اكترها كان كده، وبعدين لوني انا كانوا واخدين فكره كده، وانا كنت شقيه الحقيقه، يعني احب مرحه، وكان في ادوار كتيره حلوه، وبعدين بغني. وبعدين زمان كل الافلام لازم يغنوا فيها، يعني اللي ما بتغنيش يجيبوا لها واحده تغني تبقى دوبلاج يعني. فانا كنت بغني وبتزقطط، فعشان كده اكتر ادواري كنت تلاقيها فيها شقاوه يعني، مش دلع يعني، شقاوه. طب ايه اللي خلى المرحله التاليه تيجي، ان النضوج الفني التمثيلي اللي كلنا بنقول، وقفنا مره كده كجمهور نقول هي ممثله احسن ولا مطربه احسن؟ لا يعني فعلا يعني ملكتي القمتين. هقول لك ليه. يعني عملت افلام كتيره قوي لون واحد بقى اللي بتقولي عليه ده. زهقت يعني؟ يعني مليت. حسيت ان انا بقى ايه، ابتديت بقى يعني اخد بالي من شغلي، ازاي بحب شغلي كله، بس ازاي اقدم ايه يعني للجمهور. ابتديت اخاف من الجمهور، اخاف لان يعني ايه اللي هقدمه له، يا ترى هيعجبه ولا لا. يعني اخاف الفيلم لما يجي يتعرض ما نمشي بقى. ابتديت يعني الاول ايه، الفيلم بيتعرض هنا وهنا وماشي وبتاع، ورايحه من البريميره دي للبريميره دي وبتاع. ابتديت بقى امسك نفسي، وبعدين ابتديت مليت بقى الادوار دهيت اللي كل شويه اغني يعني خلاص بقى. لكنها كانت يعني بتلقى نجاح برضو، انما تكرار انا زهقت. يعني زهقت الاقي مثلا في شوط وانا بقوله اقول الله ده انا قلته في الفيلم اللي فات، يعني قلت زيه يعني زهقت، عايزه حاجه جديده بقى. يعني ايه الجديد؟ طيب ايه الجديد؟ لازم روايات بقى، تبقى روايات كويسه. ابتديتها الحقيقه بليله من عمري. يعني هي كانت الرواية، يعني غنيت فيها غنوة ولا غنوتين، كان فيها أحب الوشوشة وغنوة واحدة. غنيت فيها بتاع ده أحب الوشوشة و3 شهور ويومين 2 بس. فالدور من هنا ابتدى بقى دور دراما، بطلع فيه بتفقد ابنها بتاع. ابتدت الناس من هنا. ما دخلتش مرة واحدة على المرأة المجهولة عشان الناس ياخدوا شوك كده من على طول من دلوع المرأة المجهولة. لا، ولا كنت اعرف ان هيجيلي كمان المرأة المجهولة. انما وده كان انتاجي بقى، انتاج حضرتك؟ انتاجي انا وعماد بقى. كنت لسه متجوزة جديد بقى، ولا يلا ننتج الفيلم ده اللي هو ليلة من عمري. ابتديت الفت نظر المخرجين ان انا مش بس دلوعه ولا شقيه ولا ممثله، ان انا والله اهو بقدر. وده الفضل الحقيقه الاستاذ عاطف سالم. يعني هو اللي شجعني، وهو اللي جاب الروايه وعملنا الروايه دي. من هنا بقى ابتديت شويه شويه على شاطئ الذكريات، على الروايات بقى، الوداع في الفجر، على كذا كذا، لغايه ما دخلت على المرأة المجهولة. ازاي بقى يعني المرأة المجهولة فعلا بيعتبر علامة في حياة حضرتك التمثيل في التمثيل او الفنية؟ ازاي عملتيه وذكرياتك عنه ايه والنجاح اللي ده دي حياة تانية. زي واحدة فعلا يعني غيرت حياتها. يعني فعلا غيرت حياتها، او لقت نفسها في حاجة تانية. يعني حياتها اتغيرت. يعني ما كنتش هصدق الرواية دي، انا ما كنتش هعملها. اولا كان في ناس تانيين هيعملوها، وانا كنت في الاستوديو بعمل فيلم كان اسمه الهاربة، وعارفة الرواية، ومخرج تاني كان هيعملها كمان. فبشوف مكير كان بيعمل للبطلة مكياج كده، كنت ببقى مبسوطة واتفرج. يعني ابتدوا فيه ابتدوا بروفات يعني عشان بيعملوا تيست للوش ازاي هيبقى 60 سنة والحاجات دي. فبنشوف وخلاص في الاستوديو 3 بلاتو يعني. جت ايام ويومين 3 4 كده، وبصيت لقيت حسن رمزي بيكلمني ومحمود ذوالفقار. شادية ايه رأيك تعملي المرأة المجهولة؟ قلت لهم ايه؟ وبعدين رواية معروفة. اعملها ازاي؟ والله مش في ناس هيعملوها وبتاع. قالوا لا ولا المخرج ولا البطلة هيعملوها، اللي هيخرجها الاستاذ محمود. وايه رايك؟ دي جراءه. هو حسن برمزي الله يرحمه كان جريء جدا جدا، وكان يحبني قوي.
قال لي انا واثق انك هتعمليه يا شادي. خفت انا الحقيقه، قلت انا يعني مش ممكن يعني، اولا ما فكرتش ان انا اعمل الدور، بس ازاي يعني؟ قال لي هتعمليه يعني هتعمليه. محمود ذو الفقار مقتنع اكتر منه، قال لي والله اذا كنتيش تنجحي وتاخدي عليه جوائز ما بقاش انا محمود ذو الفقار. الحقيقه جيت البيت هنا ما عرفتش انام، يومين 3 مش عارفه. من اول ما جيت ابتديت اتخيل نفسي المرأة المجهولة. شفتي؟ يا خبر ابيض. يعني برضو الواحد ابص في المراية مثلا ازاي، مثلا عينيا هتبص ازاي، يعني الفنان ده فيه حاجات برضو. رجعت لطفولتي لما كنت اشوف الفيلم واجي قدام المراية كده، يا رب يا رب. قال لي مسألة جد، حضرتك واخداها جد خالص. طبعا حياتي بقولك يومين 3 كده في البيت. ما صوتي لا ما ناقشتش حد خالص. وبعدين صوتي يعني اما هبقى كبيره هيبقى ازاي، اقعد اتخن في صوتي، اسجل في الريكوردر اشوفه بيطلع ازاي. اخيرا بعتولي السيناريو قريته، حلو طبعا مش هقدر اقول لا. قلت يلا توكلي على الله بقى وخشي الفيلم. حقيقه دخلت اندمجت في الدور ده 3 اشهر. 3 اشهر اشتغلنا فيه، اندمجت فيه بطريقه وحبيت قوي الدور. حبيت شخصيه الام قوي يعني، وشخصيه الامومه، وازاي بتتحرم وازاي بتغني له حتى غنوه وانا بسجلها. انا نفسي استغربت، مره قلتها بصوت طبيعي ومره بصوت بتعيط. ازاي ليه الواحد بيتقمص الشخصيه بتخش فيه؟ يعني انا دلوقتي استغرب يعني خلاص فاتت الشخصيه دي. ساعتها الواحد بيطلع منه حاجات هو نفسه بيستغرب ازاي دي عملها. 3 اشهر يعني عايشه فيها. يوم ما كنت اروح مثلا هعمل الست الكبيره وانا نازله من العربيه، العمال يقولوا النهارده المدام هتعمل دور الست الكبيره. والله وحياه ربنا من نزولي من العربيه بتاع خلاص عشت. وبعدين مكياج مثلا 3 ساعات للوش بس، 3 ساعات في بيلزقوا حاجات تحت العين وحاجات هنا، وبعدين البيروك بقى يعني اصبر كل ده صبره، كل ده صبر. في كم مره وبعدين الجلد ده ما بتشيليه من تحت العينين مش في العذاب بيؤلم. انما بتحسيه بتحسيه يعني دي حاجه حلوه. كنت حضرتك تعملي مرة يوم مثلا ست المسكينة ويوم طب ده ممكن طبعا لا مش كله ده لوحده ده ابدا. يعني مثلا يومين 3 وهي صغيرة ومثلا يوم وهي كبيرة وبعدين ارجع. وبعدين في مرة حصل في نفس اليوم وانا صغيرة وبعدين قلبنا عشان لازم شوطين كانوا يتعملوا. حرام سواء مكياج وشيل المكياج التاني مش بس مكياج، وانك تتقمصي هذا الدور وتدخلي وحضرتك بتقولي حتى بتغيري نبرات صوتك. يعني مسألة في منتهى الصعوبة. حبيتيه اثناء ما يعني حسيتي بقى بانك هتنجحي وانك يعني التحدي انا الواحد مش حكاية انه بيتفكر بقى في ساعتها في النجاح. الواحد بيفكر بيتمزج وهو بيشتغل، بيستمتع يعني انا ما كنتش مش بفكر بقى الجمهور هيسقف لي لا ولا والله ولا في حاجة من دي. بتمتع يعني وانا نازله رايحه الاستوديو مبسوطه، عارفه شغل ايه اللي هعمله. من بالليل طول الوقت اقعد اقراه وبتاع، يمكن لا الجمله دي لا مش عارفه ايه لا كذا لا كذا. رايحه جاهزه، رايحه مثلا كأن واحده اقول لك رايحه فين يعني حاجه مش قادره اعبر لك عن السعاده اللي الواحد بيحسها ما بيبقى دور بيحبه وبيعيش فيه. طب لما بقى اتعرض الفيلم كنت خايفه الجمهور بقى يتقبل ازاي؟ طبعا يا ده انا يمكن اسبوع والله ما نمتش يعني زي المجنونه رايحه جايه ومش عارف. اروح عند اختي شويه، اروح هنا شويه، اروح مصر الجديده شويه، اجي يعني القلق اللي في الدنيا. وبعيده مش عايزه اتصل بحد من السينمائيين ابدا ما اعرفهمش، لان الفيلم لو حصل له حاجه ماليش دعوه انا بقى مش حضرتك اللي ماليش دعوه. بس وبعدين الصبح الحمد لله كان في استوديو مصر كلمني يا حسن بالظهر كده، مبروك يا مرأة يا مجهوله ومش عارفه ايه. بس بقى فرحت جريت بقى البريميرا بالليل. عيطت الحقيقه عيطت كتير قوي قوي وانا نازله من السلم في الاخر او بسلالم كده، لان اكتر الامهات لقيتهم بيعيطوا بيمسكوني يشدوني من فستاني ويبوسوني. كانت عمري ما عيطت بالطريقه دي في فيلم زي الفيلم ده. يعني كل الامهات بيعيطوا عياط. رجعت البيت بقى ما صدقتش ان انا اللي عملت ده والله العظيم. اقول انا طب ازاي امتى، لان الفيلم بيفوت يعني على ما بيتعرض بيقول فات 6 اشهر. يعني كنت احاسيسي دي نسيتها خلاص وكله ودخلت في افلام تاني. ازاي انا عملت الحاجات دهيت؟ يعني الواحد بيستغرب يعني.
هو فعلا فيلم مش بيعتبر علامة في حياة حضرتك فقط، ده علامة في حياة السينما المصرية، المرأة المجهولة ده يعني حقيقي. لا طب هو المرأة المجهولة اللي أغرى حضرتك بقى ان انت تتجهي فترة طويلة للتمثيل تاركة الغناء لا في الأفلام لا يعني؟ مش المرأة المجهولة، لا هو زي ما بقولك كان صعب بقى ان انا ارجع اقول اغاني وحاجات دلع، لا انا عايزة روايات كويسة. يعني عايزة اقول حاجة، اذا سواء فيها غنى ما فيهاش غنى، الرواية الحلوة. دخلت على اللص والكلاب ما كانش فيه بقى غنى خالص ده يعني، ولا اغنية حتى. قولي المرأة المجهولة كان فيه غنوة غنوتين اللي هي الام موضوعية في الفيلم موضوع يعني. انما اللص والكلاب ما غنتش الطريق، حاجات كتيرة ما غنتش فيها. وما كانوا يعني المخرجين مقتنعين بكده مقتنعين ان طبعا. شادية في الفيلم ممثلة فقط. انا اهم حاجة الجمهور اللي يقتنع، فالحمد لله الجمهور اقتنع. في الوقت نفسه كنت بسجل له برضو اغاني في الاذاعة. يعني ما كنتش يعني ما اقدرش اسيب كمان الغنى ابدا. طبعا. لكن بتحبي انه اكتر؟ الاثنين والله. وبعدين بقول لك يعني كتير انا سالوني السؤال ده. ساعات تبص تلاقيني مندفعه ناحيه الاغاني، يعني يمكن لما بلاقي موضوع اغنيه حلوه، او انا عايزه اغني، عايزه احساسي، عايزه اغني، عايزه اقول حاجه حلوه، بص تلاقي مندمجه في الاغاني. ساعات مش عايزه اسمع غنوه، بس عايزه روايه اقراها امثلها، اخش الاستوديو اعملها. تبقى حاله يعني على حسب الحاله النفسيه اللي الاثنين احبهم طبعا. طب احنا ذكرنا بعض افلام ومن ضمنهم اوائل الافلام والمراه المجهوله. لو اقول لحضرتك لو تتذكري بعض افلام تقولي لي عليهم يعني بيعتبروا علامه في حياتك، زي المراه المجهوله وزي طبعا اول فيلم عقل في اجازه. العقل في اجازه. والله انا ما اقدرش اقول، انا مش فاكره يعني. يعني دي اللي يقدر يقولها لو حد مثلا يعرف تاريخي في السينما ويقول. عملتي كم فيلم؟ لا ده كتير قوي. يعني اكتر من 250. لا فعلا صعب ما اقدرش اتذكر. انا في افلام كتيره مش فاكراها ابدا ابدا. حتى في بشوف في التلفزيون بقول امتى ده امتى ده وفين ده مين انا. حقيقي مش فاكره. يعني بتبقى يعني ما بتذكرش الموقف. يعني انا احب قوي اتذكر المواقف افلامي ومش عارفه ايه، دي حياتي. يعني الواحد كانه بيتذكر حياته. في مواقف كتيره ما بتذكرهاش يعني. اما بشوفها في فيلم مش معقول. وابقى متغاظه اقول يا ربي الشوط ده وانا بعمله كنت بعمل ايه، مين كان معايا، ما فيش. بتهيالي اكتر كم من الافلام عملته فنانه 250 فيلم مش معقول. عشان كنت بمثل وبغني. يعني لا وبعدين ابتديتي صغيره قوي ونجحتي. ده بقى ما دي الخازوق بقى، عشان كده بيقولوا بقى لها كذا سنه في السينما. لا بس كلنا عارفين ان حضرتك بديتي صغيره السن جدا يعني. طب لو يعني احنا ماشيين شويه في التمثيل اكتر من الغناء وسايبين الغناء شويه، نرجع بقى للغناء. يمكن حضرتك قطعا عندك صداقات كبيرة جدا ببعض ملحنين عملوا برضو علامات في حياتك، يعني نقول منير مراد. طبعا منير مراد ومحمود الشريف. ليلى العمر. ليلى العمر وقبلها حبينا بعضنا. ومنير مراد واحمد صدقي، الاستاذ احمد صدقي. يعني الثلاثه دول كان مثلا يتلقفوني من هنا لهنا في الفيلم. في كل فيلم على الاقل 5 اغاني. فمن محمود الشريف لمنير مراد لاحمد صدقي، من احمد صدقي لمحمود الشريف لمنير مراد. يعني الواحد وبيحفظ على طول ويسجل وحاجه يعني فتره كانوا هم دول. يا سلام كان فتره واغاني ما اعرفش، مش بلاقيها دلوقتي الاغاني دي. مش ليه والله ما اعرفش فين هي، يا ترى في الافلام ادمت ولا في الاذاعه وما بتتقالش. يعني الاستاذ احمد صدقي كمان له الحان كتيره حلوه عملها له. زي ايه؟ كتير يعني انا لا اتذكر دلوقتي افلام، انما في افلام حلوه. حتى في كل ما في التلفزيون في يوم الاحد اليوم المفتوح يبتدوا اللي هي الشمس مش عارفه ايه فيها. كل ما اسمعها يعني فيها طرب، يعني من ايامها ازاي الاستاذ صدقي كان عامل لي لحن حلو بالشكل ده. طب مش عارفة لو نقول عن حضرتك حاجة أنا لاحظتها. أولا حضرتك نقول من قمم الغناء وقمم الفن التمثيل. لا القمم دي بتخوف قوي. لا القمم بنقول يعني بمعنى الجدية في العمل والنجاح والمثابرة، ده كله في شادية. حاجة غريبة أنا لاحظتها إن حضرتك بتغني الشبان، بتغني المؤلفين جداد، بتغني الملحنين جداد. يمكن ده ما بنلاقوش كتير في اللي وصلوا للقمة. يعني ليه ما بتخافيش؟ لا ما خافش، بالعكس. اصل يعني كل شيء جميل طبعا بيبقى له بداية طبعا. كل حاجة حلوة. فلما بلاقي انسان مثلا فنان يجي منه حاجة كويسة، في احساس حلو،
ليه ما غنلوش؟ ده بالعكس، ده انا اللي هكسب مش هو، لان هطلع انا بفكره جديده باحساس جديد، يعني هو هيساعدني وانا هساعده بالنسبه للكلام كمان. انما مش لازم الواحد، طبعا احنا عندنا اساتذه كبار وكل حاجه، انما مش على طول يعني. كمان الجداد دول لازم يطلعوا، زي ما بفكر انا في نفسي زمان، يعني لما كنت بشتغل لسه وانا وجه جديد، اي مساعده من اي فنان مثلا، اي ملحوظه حلوه، اي حد مسك ايدي مثلا وساعدني طلع بيها، عمري ما انساها. تملي يعني، اذا كان مرحوم بقرا له الفاتحه، اذا كان عايش بقول ربنا يخليه ويسعده. وبعدين بحس بالسعاده اللي انا كنت بشعر بيها ساعتها. طب ليه انا احرم مثلا انسان فنان اما يبقى فنان؟ ليه انا احرمه من السعاده دهيت؟ وليه احرم بلدي ان يطلع فيها فنان كويس وبتاع؟ ليه لا يعني؟ طب اساسا حضرتك ازاي بتديلهم وقتك يعني؟ طبعا احنا بنشوف الفنانين الكبار آلاف الملحنين بيروحوا لهم، وآلاف المؤلفين بيروحوا لهم، أو مخرج كبير، آلاف الوجوه الجديدة، ما بيبقاش عندهم وقت إن هم يسمعوا دول كلهم. إزاي حضرتك بيبقى لك الصبر والحنان إنك تفتحي صدرك وقلبك ليهم وتسمعي؟ شوفي أنا بعمل إيه. أنا كتير الحقيقة بتجيلي كاسيتات كتيرة قوي قوي، يعني طبعا مش أي كاسيت أول ما يجي على طول أسمعه، بسيب يوم معين لما كمان نفسيتي تبقى حلوة. يعني حتى مرضاش ان مثلا وانا مشغوله او اعصابي مثلا مش مرتاحه اي حاجه اني اسمعها، عشان يمكن احكم وحش. فيوم ابقى رايقه كده على طول ورا بعض اقعد اسمعهم. الحاجه اللي تشد ودني على طول وانتباهي على طول تعلق فيا، تتصلي بيه بقى على طول. على طول. ومثلا والحته دي نقعد بقى ساعتها نروح نتقابل مع بعض بقى ونقعد الحته دي كذا كذا، تلاقي يجي منه على طول. في ناس مثلا اتغش برضو فيهم، الاقي في نغمه شدت ودني، حاجه جديده حلوه، تقعدي معاه ما تلاقيه فاضي، يعني ما فيش، تلاقيه يمكن ده كان واحد ما واخدها من حته وبتاع. فانا يعني بخلي يوم مخصوص اللي انا لما ابقى فيه رايقه ومفيش دوشه ومفيش انت عارفه حوالينا عمارات بيبنوا بيبقى صعب قوي الواحد يقعد يسمع. فبقعد يعني بكرس وقتي في اليوم ده هوت اني اسمع الجداد. حتى الكلمات لما بتجيلي ما اقراهاش في ساعتها، في نفس الوقت اقرا الكلمات، اسمع الالحان. انا متهيألي الكلام ده هيخلي بعد البرنامج ما يتذاع الاف الكاسيتات ما هتيجي بيجيلي والله بيجيلي الاف. وحتى وانا في المعهد كمان تبص تلاقي يعني اخش المعهد بشنطتي خارجه ب10 كاسيت مثلا في ايديا، في معهد الموسيقى. لما بتروحي المعهد بروح اعمل بروفاتي هناك، طبعا بروفات الاغاني دايما تعملي البروفات في المعهد يعني؟ في المعهد ترجعي بكذا كاسيت لازم. طب احنا لو نقول يعني تتبعا لحياة الفنانة الكبيرة شادية، بنقول انه فترة دلوعة السينما، وبعدين فترة التمثيل الجاد اللي بدأ بفيلم ليلة من عمري. بنقول بقى ان حضرتك انقطعتي شوية عن الغناء، وحضرتك بتقولي لا انا ما زلت بقول انقطعت شوية. طبعا انقطعت شوية، مش كده؟ في الافلام كنت بمثل، وبعدين انقطعت في الحفلات. حصلت حاجة كده ضايقتني في الحفلات نفسها، فقرفت قلت مش هغني في الحفلات. انما ما انقطعتش في الإذاعة، يعني بطلت حفلات يجي 4 سنين. لكن في عودة مرة أخرى للأغنية أيوة، بشكل آخر، بشكل مش كده؟ آخر. هي اللي هي رجعتني كمان للمسرح، اللي هي أسمراني اللون بتاعت أستاذ بليغ. يعني كانت برضو فترة عدت أغاني برضو، يعني ما كانتش أغاني دلوعة، إنما أغاني عاطفية وبتاع. إنما يوم اتصل بيا بليغ وقال لي يا شوشو أنا جاي دلوقتي، يعني كان بقاله مدة ما كلمنيش. وأستاذ بليغ إحنا نعرف بعض قبل ما نشتغل في الفن، يعني قبل ما تشتغلوا نعرف بعض من زمان. وبعدين جه والله العظيم قاعد كده اهوت وضرب العود وقال لي أسمراني اللون. يعني لقيت نفسي ان انا يعني المغنى دي رجعت لي تاني حاجة بعيدة وجايه لي من السفر وبحضنها على طول. تالت يوم كنت بسجلها، سجلتها وعلى طول قررت بعديها بشهر عملت حفلة اللي غنيت فيها بقى يا حبيبتي يا مصر، اللي مع أسمراني اللون وعالي عالي. طب احنا اتكلمنا عن التمثيل في السينما والغناء، مسرح ما فيش ليه مدام شادية؟ المسرح بيني وبينك تكسفي؟ بتكسف. وبعدين انا اول ما غويت يعني او احساسي كله ما كانش مسرح،
يعني اني اقف او امثل. ما في كتير غاويين يمثلوا على المسرح، وده فن كبير وعظيم الحقيقه، كل ليله مع الجمهور، كل ليله كل ليله. انما انا ما المسرح ما يعني قولي بتكسف، بخاف عشان مواجهه للجمهور. يعني قولي في الاستوديو ببقى مطمنه ان مثلا لو حاجه طلعت وحشه وهعيدها مثلا، انما قدام الجمهور يعني هعمل ايه؟ مع انك متمكنه لفن التمثيل يعني. ما اعرفش، بخاف. اصل انا قلت الحكايه دي لان اللي بيلاحظ حضرتك في الحفلات بيحس برضه بخجل اول ما تدخلي يعني. بيقولوا لي خجل وفزع كمان. حتى انا فاكره لبلبه بتقلدني. اما بتقلدني بتبقى مفزوعه. يعني يا ترى ببقى كده؟ لا انا بحس بس بالخجل. ازاي الخجل ده والخوف لغايه دلوقتي وانت يعني شاديه؟ ما هي طالعه دي شاديه، دي مش لسه جديده. ما اعرفش لازم الخوف ده يعني قبليها مثلا برضو 3-4 ايام اعصابي تبقى وحشه. مش وحشه انا اتخانق ولا بتاع، لا يعني متوتره يعني. وعقلي في الغنوه، وبعدين اقول لا ما بلاش ااجلها، يمكن دي مش حلوه، يمكن كذا، وبروفات اتشجع مع الموسيقيين، اتشجع ارجع البيت القلق يرجع تاني. ده لغايه ما اروح واقف، لغايه ما اتزق كده قدام الجمهور. وخلاص قبل ما اطلع بقى ورا الستاره اقول يا رب انا نسيت الكلام كله، خلاص راح من مخي، انا نسيت انا هقول ايه، ما اعرفش. مش معقول لغايه دلوقتي وحياة ربنا يعني ايه اللي هقوله يا رب، هعمل ايه، واقول مثلا قائد الفرقه ابقى قول لي على الدخول، ابقى قول لي مش عارفه ايه. مجرد ما بتلاقي الناس معاك كده وبتاع بنسى بقى نفسي ساعتها. لا بس ده يدل قد ايه الفنان الصادق. المساله بتبقى تركيبه فنيه اصل هي مش حكايه واحده مثلا جديده لسه عايزه تشتهر، عايزه او داخله الفن علشان الناس تشاور عليها. لا ده عمل حياتي يعني، حاجه بحبها وطول حياتي عايشه فيها يعني. مش ممكن ما اقلقش عليها. زي ما تكوني مخلفه طفل مثلا وبتربي فيه، طول ما انت بتربي فيه مش خايفه عليه. طبعا. وعايزه يبقى احسن انسان في الدنيا وكل حاجه. انا فني كده. طب مدام شاديه، لو اقول لك بتقضي وقت فراغك ازاي؟ عاده بقى البروفات والتمثيل وحفظ الغنى وكده. بقعد افكر هقول ايه. اكتر الوقت طبعا ببقى قلقانه لما مبقاش عندي في الريكوردر مثلا غنوتين 3 جداد بحفظ فيهم. وطبعا الحفظ ده مش مثلا الغنوه جت احفظها وتاني يوم هسجلها، لا لازم تعيش معايا. في اغاني ساعات يمكن تبص تلاقي على طول، في ساعات اغاني عايزه تعيش مع الواحد. اما بيبقى معايا في كذا اغنيه ببقى مطمنه شويه من ناحيه المغنى. يعني مقله قوي في الغنى. مقله طبعا، ما اقدرش كل يوم. ما انا ممكن احفظ لي غنوه واقولها بكره، احفظ غنوه واقول، انما ده مش حلو ده. لا انا هبقى مقتنعه بالاغنيه ولا الجمهور اللي هيسمعني. فليه اقلقه يعني او ادوشه عشان ايه؟ فخليني كده. لا يا شادي هتدوش، مش معقول. لا طبعا والله لما اقول حاجه يعني ما فيش احساس وملاش واي حاجه واي حاجه واي حاجه مش معقول طبعا. او حاجه انا احسها اصلا لو ما حسيتش الغنوه لا يمكن انت هتحسيها طبعا. انما ما ممكن احفظ من غير حاجه واقولها زي البغبغان. لا دي ببقى مطمنه. وبعدين لما في روايه مثلا نكون متفقه مع مخرج وبتاع بيشتغل فيها بنشتغل فيها برضو ببقى مطمنه من ناحيه الشغل. هواياتي بقى اوقات الفراغ يعني احب مثلا فسح. هنا تقولي هتروحي فين؟ اولا الزحمه يعني ما فيش مكان تروحي تقعدي فيه جنينه مثلا تتفسحي فيها بتاع صعب شويه. وخصوصا حضرتك يعني ومعروفه خاص مش معقول مع ان انا احب امشي قوي يعني لازم يعني متعوده على الجري. في انشاص كنت بطلع الشجر زي القرود. فالمشي بيبقى صعب يعني. فقد ما اقدر اذا كنت اقدر اروح في اي حته مثلا اصطاد سمك، لان دي غيتي. من انشاص انشاص ده انا كنت احط والله الصناره سلكه كده تطلع لي 3 سمكات. ما بتطلعش كستين يا صناره يعني. فغاويه قوي قوي صيد السمك. يعني دي هوايتي المفضله. غير كده ببقى في البيت اهلي مثلا العب طاوله، اقرا. احب اقرا كتير قوي قوي. 3 ساعات ايه يعني ايه بقى؟ اقرا كل الكتب اللي كتبنا يعني. ادب يعني ادب. وبعدين احب نجيب محفوظ قوي. يعني حاجات كتير اعيدها له اقراها. مثلا انا الحرافيش قريتها مثلا في رمضان مش اللي فات، اللي قبليه اظن ولا اللي فات. الشهر اللي فات قعدت اقرا فيها تاني.
ما هو واضح ان حضرتك معجبه بالكاتب جداً، الكبير نجيب محفوظ، ده انك جداً. عملتي له يمكن 5 افلام. ده من حظي، انما انا قبل ما اعمل له افلامه يعني انا يعني ابتديت اعشق نجيب محفوظ من الثلاثيه الثلاثية، بتاعتي. دي ابتديت اندمج فيها وحبيتها، ودي يمكن قريتها لغايه النهارده 16 ست مرات. الثلاثيه بحالها يعني بحالها، كلها 3 بحالها. اجزاء. ليه بتعيشني في آه. جو احبه حلو، بتاخد مخ الواحد، بتريحه من مشاكل اليوم، من العمل، من كله. كفايه ما تيجي تنامي تقري وتعيشي في الجو ده، فمخك بيصفى كده وبيعيش في جو تاني خالص. احب القرايه طب قوي. وحضرتك بتقري بيبقى في ذهنك ان مثلا ممكن الروايه دي تتحول لسينما وتعمليها وكده، ولا لا بالنسبه بتسيبي نفسك لنجيب خالص؟ لا، نجيب يعني روايته بتبقى اقوى من ان مخي انا يصحى عشان افكر اذا كان ده دور ينفع او دي تنفع روايه. بيجذبني، بياخد كل انتباهي لروايته اللي هو كاتبها. ده نجيب محفوظ. الحقيقه مدام شاديه، انا زي ما قلت انا كنت اتمنى اسجل مع حضرتك ساعات، لان انا مش عايزه انهي الحديث، لكن للاسف الساعه انتهت. لكن انا الحقيقه سعيده بهذا اللقاء، وعايزه انهي البرنامج باني اعرف امنيه حضرتك ايه. هي الامنيات كتيره قوي يعني الحقيقه، ويا رب ربنا يحققها. اهم حاجه الامنيه ان الاقي عمل حلو، جمهور يحبه، الاقي بلدي في سلام، كلنا كده الاسره، الاسره تبقى موجوده، الاسره المصريه الحلوه نعيش فيها كلنا اسره واحده. يعني ده اللي بتمناه. نقول مع حضرتك يا رب. يا رب. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.